كيبدا الفيلم ديالنا من السبيطار ديال ولادها، وكنشوف واحد الفرمليه كتعطي بنت عاد زادت لبوها، ولكن هو كيكون مقلق ديال بصح حقاش هو كان باغي ولد، وكيخرج وكيتلاقى مع مراته اللي كيكون سميتها زينيا، وكيقول لها راني قررت باش نسمي هاد البنت ماتيلدا، وكيحطها في الطوموبيل وكيمشيو. في هاد الوقت كيبدا يلعب مع خوها اللي سميتو مايكل، وكيبان باللي بوها عنده واحد السوقان ماشي حتى لهيه، واي واحد من الناس الحي فاش كيشوفوه جاي كيهربوا منه وكيتخلعوا. ملي كيوصلوا للدار كينساو ماتيلدا في الطوموبيل، وملي كيتفكروا كيرجعوا ياخذوها. وكدوز سنين وماتيلدا كتكبر، وكنعرفوا باللي ماتيلدا عندها واحد الذكاء ماشي طبيعي، ولكن عائلتها ما مسوقينش هذا الشيء. ملي كيولي عمرها 4 سنين كتولي هي تهلا في راسها بوحدها وكدير كل شيء. واحد النهار كيمشي خوها للمدرسه، وامها وباها حتى هما كيخرجوا وكيخليوها من تما بوحدها في الدار، وهي في هذا الوقت كتستغل هذه الفرصه وكتبدا توجد في الفطور، وكتخدم باي حاجه كاينه في الكوزينه بطريقه سهله. وملي كتقاد الفطور كتاخذ الجورنال وكتبدا تقرا فيه، واخا هي معمرها ما دخلت المدرسه. ملي كيجي الليل كيتجمعوا على التلفازه وهما كيتفرجوا، وكتجي ماتيلدا عند الاب ديالها وكتطلب منه باش يشري ليها كتاب باش تقرا فيه، ولكن الاب ديالها كيرفض وقال لها انت راكي مازال صغيره على القرايه. ولكن ماتيلدا كانت عارفه باللي هي العقليه ديالها مختلفه على ديال عائلتها، وهي كتقول مع راسها دابا خاصني اي حاجه ناخذها لراسي بلا ما نبقى نعول على عائلتي. النهار الاخر والديها كيخرجوا من الدار، وهي كتقرر باش تمشي تشري كتاب لراسها. ملي كتوصل للمكتبه كتلاقى مع امينه المكتبه اللي سميتها ليفز، وهي كتشوف ماتيلدا وكتعجبها حقاش هي كتقرا الكتوبه بحال الناس كبار، وكانت كتمشي تجيب كل نهار الكتوبه وكتكمل واحد مورا الثاني، وهذا الشيء بلا خبر والديها. وليفز الامينه ديال المكتبه ديما كتجيب لها دوك الكتوبه اللي كتبغي وخاصينها. وليفز امينه المكتبه عرضت على ماتيلدا واحد البطاقه باش تقدر تاخذ بها الكتب اللي خاصينها وديهم معاها للدار بلا ما تبقى تكرفس كل مره تجي دي واحد. وماتيلدا عجبتها هذه الفكره وولات كدي معاها الكتوبه بزاف، وكانت القرايه بالنسبه ليها شي حاجه مهمه وكتقدر تخليها تخلص من ديك الوحده اللي كتعيشها. وكنشوفوا ماتيلدا وهي جالسه في الحديقه العامه وجالسه كتقرا، موراها كترجع للدار وكيدخل بوها اللي سميتو هاري وكيشوف بزاف ديال الكتوبه عندها، وكيبدا يقول لها انت راكي عندك 4 سنين شنو بغيتي ديري بهاد الكتوبه كاملين؟ وماتيلدا كتجاوبو وكتقول لي انا عندي 6 سنين ونص وبهذا العمر خاصني نكون داخله المدرسه. والاب ديالها هاري خداها عند الام ديالها باش يتاكد من العمر ديالها، ولكن حتى الام ديالها براسها ما كتكونش عارفه. وماتيلدا كتطلب من الاب ديالها باش يسجلها في المدرسه، ولكن ما كيهتمش بها، وكتخرج وكتلاقى بخوها اللي كيبدا يتنمر عليها، وكتمشي للغرفه ديالها وهي جالسه كتبكي ومقلقه. الغد لي في الصباح كيدخل بوها وكيكون فرحان حقاش باع كاع الطوموبيلات وبدا كيجمع في الحساب، ولكن ماتيلدا قدرت تجمعو بالزربه وعطاتو النتيجه، وهما بقاو مصدومين وقرروا باش يتاكدوا من الحساب اللي قالت لهم ماتيلدا، ولكن كيتبين باللي النتيجه اللي قالت صحيحه. الغد لي في الصباح كتدخل ماتيلدا في الغرفه ديال الاب والام ديالها واللي كيكونوا ناعسين، وكتمشي للدوش وكدير الصباغه في الزيت ديال الشعر ديال الاب ديالها، وكتكون باغا تنتقم منه حقاش حتى شي حاجه ما كيدير من داكشي اللي كطلب منه. شويه كتصوني المكانه وكينوض بوها باش يمشي للطواليط، وماتيلدا في هذا الوقت كتكون باغا تخبى باش تهرب، وكتشوف الام ديالها ولكن كتكون مغطيه عينيها حقاش هي كانت يلاه فقط من الناس، وكتقدر تهرب. وكيوصل وقت الفطور وكيتجمعوا كاملين وكيتصدموا باللون ديال الشعر ديال الاب ديالهم هاري، وهي كتبقى تضحك بزاف وكيخرج وكيغطي الشعر ديالو بالكاسكيط، وهو غادي باش يدي معاه ماتيلدا ومايكل الخدمه، وكيدير البياس مزور في اللور ديال الطوموبيل. وكيكونوا في هذا الوقت كيراقبوا البوليس حقاش كانوا شاكين فيه كيزور البياس ديال الطوموبيلات وكيبيعهم للناس. ملي وصلوا للخدمه كيبدا يوريهم كيفاش يركبوا البياس مزور في الطوموبيلات باش يربحوا بزاف، وماتيلدا ما كيعجبهاش هادشي وكتقول ليه باللي هادشي راه مخالف للقانون. من تما كيتعصب الاب ديالها هاري وكيقول لها ما تعرضيش على شي حاجه كنقول لك، وكيعصبها وكتقرر باش دير لاصقه في الكاسكيطه ديالو. شويه كتجي الام ديالهم باش تاخذهم يتغداو، الاب ديالها كيلبس كاسكيط ولكن ملي كيوصلوا كيبغي يحيدها ما كتبغيش تحيد ليه، وكتجي مرتو زينه وكتبغي تعاونو، ولكن بسبب هادشي كدير واحد الروينه كبيره في المطعم، وكتكون ماتيلدا مستمتعه بالماكله وفرحانه بداكشي اللي كتشوف. وكيرجعوا للدار ومرتو زينه كتقطع عليه الكاسكيط، وكيجلسوا باش يتفرجوا في التلفازه، وكيطلب منهم الاب ديالهم باش يطفوا الضوء كاملين باش يتفرجوا مزيان. مايكل كيطفي الضوء اللي جيته، ولكن ماتيلدا كتكون مركزه في القرايه وما كتطفيش الضوء، وكيتعصب هاري وكينوض يطفي عليها الضوء صحه، وكيشد من عند الكتاب وكيشرقو، وكيشد راس ماتيلدا وكيدوروا جهه التلفازه باش تنسى عليها القرايه وتفرج معاهم. ولكن ماتيلدا كيعصب هذا الشيء وبسببه كتقدر تفجر لهم التلفازه بسبب هذيك القوه الخارقه اللي عندها، وكل شيء كيبقى مصدوم ما كيعرفوا شنو وقع. واحد النهار كيكون هاري في الخدمه وكيكون كيهضر مع المديره ديال المدرسه، وهي كتكون باغا تشري طوموبيله من عنده، وكيقول لها هاري الا بغيتيني نقص لك في الثمن ديال الطوموبيل غادا دير لي واحد الحاجه في المقابل، واللي هي غتدخلي بنتي عندك في المدرسه ديالك. وهي كتوافق على هذا الشيء، وهو كيمشي يقول هذا الشيء لماتيلدا وهي كتفرح بزاف. والغد ليه كيوصلها بوها للمدرسه، وهي كتنزل وكتشوف داك الشكل الغريب ديال ديك المدرسه اللي جابها ليها، وكتشوف المديره اللي كيكون سميتها اغاثا واللي كتخلعها بزاف حقاش هي كتكون كبيره، وكتعرف على جوج بنات اللي كيكون وحده سميتها لافيندر وحده سميتها هورت، وهما كيقولوا لها باللي المديره ديال المدرسه كانت بطله رياضيه في رمي الرمح، وهي
راه عصبيه بزاف وما كتبغيش شي واحد ياكل الحلوى. في هذا الوقت كتشوفها ماتيلدا وهي غاده لواحد البنت واللي كيكون سميتها اماندا، وهي معصبه منها بزاف بسبب المشطه اللي دايره. وكتبقى ماتيلدا مصدومه من المديره ديال المدرسه ومن المدرسه كامله والتصرفات اللي كاينين فيها. مورا كتدخل القسم ديالها وكتعرف للمعلمه اللي كيكون سميتها هاني، وهي كترحب بها بزاف وكتعرف التلاميذ عليها، وكتقول لهم المعلمه باش يتهلاو فيها ويردوا ليها البال. وهي كتحس براسها كاينه في البلاصه الصحيحه وكتعجبها هاد المعلمه والتصرفات اللي دايره معاها. من تما كتبدا تراجع معاهم المعلمه في الدروس اللي فاتوا، وبدات معاهم بجدول الضرب وكل شيء هز يديه، وقالت لهم بالعاني هي واحد الرقم كبير وحتى واحد ما قدر يعرف الجواب ديالو. حتى تصدمات المعلمه باللي ماتيلدا هزه يدها وقالت ليها الجواب، والمعلمه ما تيقاتش وخدات الورقه والقلم باش تاكد من الجواب ديال ماتيلدا. ملي عرفت صحيح بقات مصدومه فيها وفي ديك القدره الغريبه اللي عندها ديال الحساب، وكتسولها المعلمه وكتقول لها كيفاش قدرتي تعرفي الجواب، وكتقول لها ماتيلدا انا عزيز عليا القراءه والاطلاع وراني قريت كاع الكتوبه ديال الرياضيات اللي كاينين في المكتبه. وهاني ملي كتعرف هذا الشيء كتاكد بان ماتيلدا ماشي بنت عاديه، وكتمشي عند المديره اللي كيكون سميتها اغاتا وكتقول لها باللي ماتيلدا راه عبقريه وخاصنا نطلعوها لشي قسم اخر زيد في المستوى. واغاتا ما كتيقهاش وكيحسب لها باللي غير ما باغاش ماتيلدا عندها في القسم، وكتشد اغاتا المعلمه هاني وكتجري عليها وكترجع ماتيلدا من المدرسه وكيبانوا لها البوليس قدام الدار وكتشوفهم وكتدخل بالزربه. ملي كتدخل كتبدا تعاود الام ديالها زينيا على النهار الاول ديالها في المدرسه، ولكن الام ديالها كيف ما ديما ما كتكونش مهتمه بها. في هذا النهار بالليل كتجي معلمتها هاني عندهم للدار وكتبدا تعاود لهم على العبقريه اللي كاينه عند ماتيلدا، ولكن كيف العاده حتى واحد من عائلتها ما كيديها في هضرتها. وكتكون ماتيلدا في هذا الوقت كتشوف في المعلمه بواحد النظرات ديال التحسر وكتبان باللي مقلقه وبقى فيها الحال بزاف. وملي كتبغي تمشي للمعلمه كتخلي لها واحد الكتاب. النهار الاخر في المدرسه كنشوفوا المديره اغاتا وهي شاده واحد الولد حقات كلا الحلوه ديالها وعطاتو واحد الحلوه كبيره باش تنتقم منه، وهي كتبزز عليه باش يكملها كامله، وكيكون سميتو بروس وبدا كياكل فيها ولكن ما قدرش يكملها. في هذا الوقت كتنوض ماتيلدا والتلاميذ وكيبدا يشجعوا في بروس، وبسبب التحفيز اللي دارت ليه ماتيلدا قدر يكملها كامله. والمديره كتعصب ديال بصح وكتقرر باش تعاقبهم، وهي كتزيدهم 5 ديال السوايع اضافيه باش يبقاو في المدرسه. وملي كتسالي ماتيلدا السوايع ديالها في المدرسه كترجع للدار في واحد الوقت متاخر، وكتلقى البوليس مازال مراقبين دارهم، وكتدخل بالزربه وكتقولها لبوها هاري، ولكن بوها ما كيتيقهاش. والغد اللي كنشوفوا ماتيلدا هي والاصدقاء ديالها كيلعبوا في الحديقه ديال المدرسه، وهما كيلقاو واحد السحليه وكيقرروا باش يديروها في الماء. وكتبان المديره اغاتا وهي مقلقه من ماتيلدا حقاش الاب ديالها باع لها واحد الطوموبيله خاسره وكتجري عليهم باش يدخلوا للمدرسه. وفي هذا الوقت لافيندر كتشد السحليه وكديرها في واحد القرعه ديال المديره، وهي كتغبر داكشي اللي كيدير وراحت البلاصه باش ما يشوفها حتى شي واحد. في هذا الوقت المعلمه هاني كتقاد لهم شعرهم باش المديره اغاتا ما تقلقش منهم، وكتدخل المديره وكتعطيها لافيندر الغراف اللي فيه السحليه باش تشرب. تما المعلمه هاني ما كتلقاش ماتيلدا في بلاصتها وكتقول لها لافيندر باللي المديره عصبات عليها ومشات. المعلمه كتخرج تقلب عليها باش ترجعها لبلاصتها، وبالفعل كتلقاها وكترجعها للقسم ديالها. في هذا الوقت المديره اغاتا كتطلب من اماندا باش تهجى واحد الكلمه، ولكن هي ما كتعرفش والمديره كتعصب عليها بزاف. والمديره كتقرر باش تشرب الماء من داك الكاس اللي كاين فيه السحليه، وكتبان ليها وكتشوف في ماتيلدا وكتقول لها باللي انت اللي غتكوني درتيها. وماتيلدا كتقلق وكتقول لها ماشي انا، وهي كتبقى مركزه ومعصبه على الكاس. وكنعرفوا باللي ماتيلدا ملي كتعصب كتبان عندها ديك القوه وكتقدر بها تهرس داك الكاس وكتلح منه السحليه على وجه المديره. وكتبان باللي المديره عندها واحد الفوبيا من السحالي، وكل شيء كيبدا يضحك على داك الموقف اللي تحطات فيه المديره اغاتا. وتما كتاكد ماتيلدا باللي عندها قوه ماشي عاديه، وكتمشي المديره اغاتا وهي معصبه. في هذا الوقت كتمشي ماتيلدا عند المعلمه وكتقول لها باللي نقدر نحرك الكاس، وبغات تحاول تبين هادشي للمعلمه ولكن ما كيطرا والو. وكتسالي الحصه ديالهم وكتاخذ معلمه هاني معاها باش توصلها، وكيبان بزاف ديال الناعورات في الحديقه ديال اغاتا. وكتستغرب هي حقاش المديره ما عندهاش مع الالعاب. وكنعرفوا باللي المديره اغاتا كتكون الخاله ديال المعلمه هاني، وكتبدا تعاود لها على القصه ديال حياتها وكتقول لها باللي هاد الدار ديال عائلتي، وكتقول لها باللي الام ديالها ماتت وهي عندها عامين، والاب ديالها دا عند خالتها اغاتا وكانت باغا باش تربيها ولكن هي ما كانتش كتعاملها مزيان. وملي وصلت ل5 سنين الاب ديالها مات. وملي كبرت المعلمه هاني قررت باش تكري واحد الكوخ وباش تبعد على خالتها اللي كانت كتعاملها خايب. والمعلمه هاني كتقول لماتيلدا باللي شي نهار غادي يجي شي واحد وغيقدر هاد الذكاء اللي عندك. وكيوصلوا للدار وكيبداو يشربوا في العصير، وكتكمل لها المعلمه على القصه ديالها مع خالتها اغاتا وباللي رفضت تعطيها اي حاجه من دار بوها، حتى من الالعاب ديالها والتصاور ديالها ما عطاتهمش ليها، ومن الفوق خدات حتى دارها. وماتيلدا كتقول لها باللي خاصنا نمشيو نجيبوا كاع داكشي اللي كيخصك. وكتحمس المعلمه هاني ملي كتسمع هادشي من فم ماتيلدا، وكينوضوا كيبغيو يمشيو باش يجيبوا داكشي اللي كيخص المعلمه هاني. وكيوصلوا للدار وكيلقاو
كيلقاو المديره اغاتا وهي خارجه باش تتمرن على رمي الرماح، وهما كيستغلوا هاد الفرصه وكيدخلوا للدار، وكتشوف هي البواطه اللي كانوا كيحطوا ليها عائلتها فيها الحلوى، وكنعرفوا باللي خالتها ما كانش كتعطيها الماكله. مورا كيمشيو يشوفوا التصويره ديال الاب ديالها، شويه كيسمعوا الصوت ديال المديره اغاتا وهي هاضره مع هاري وكتغوت عليه حقاش باع لها طوموبيله خاسره. شويه حتى كتلاحظ باللي العلبه ديال الحلوى مفتوحه وكتشك باللي كاين شي واحد في الدار، وهاني كتقول لماتيلدا باش تمشي تخرج من الباب ديال الكوزينه، وكتقول لها باللي غادا تلاهي اغاتا حتى تخرج هي. وحتى كان غادا توصل اغاتا لماتيلدا، والمعلمه هاني كتقرب باش دير شي اصوات غريبه باش تلاهيها، وكتلقى ماتيلدا الباب ديال الكوزينه مسدود، وكتوصل عليه المعلمه باش تعاونها، وبالزربه كيخرجوا كيتخباو وسط الحديقه. والمديره اغاتا كتبدا تقلب عليهم وما كتلقى حتى شي واحد. من تما كتمشي ماتيلدا ترجع للدار، وكتلاقى الام ديالها وهي جالسه مع ضباط ديال البوليس، وهي كان كيحسب ليها باللي مندوبين. شويه حتى كيوصل هاري وكيقول لها انت كتهلا يفضيها اكثر مني، وكيجري على البوليس اللي ما كيكونش عارفهم، وكيتعصب على ماتيلدا وهي كيبقى فيها الحال، وكتبقى تشوف في القفل ديال الباب وكيتسد بلا ما تقيسو. تما كتعرف ماتيلدا باللي عندها قوه خارقه وكتبان ملي كتعصب. الغد اللي كنشوفوا ماتيلدا وهي كتدرب على كيفاش تحرك اي حاجه، وهي كتفكر في الهضره ديال الاب ديالها باش كيعصبها وباش كتحرك هذاك الشيء، وكتقدر تعرف بان العصب هو اللي كيقدر يخرج لها هذيك القوه من الداخل ديالها. شويه حتى كيبان لها البوليس داخل الكراج ديالهم، وهما كيكونوا باغي يحطوا واحد الكاميرات باش يصوروا هاري ويحطوا عليه الدليل، وكتجي عندهم ماتيلدا وكتقول لهم باللي ما عندكمش الحق تحطوا هذا الشيء وتدخلوا للدار. وتما كتعصب وكتبقى تشوف الطوموبيله ديالهم وكتقدر تحركها، والبوليس واش كيشوفوا الطوموبيله ديالهم كتحرك كيبداو يجريو يتبعوها، وهي كتاخذ التسجيل اللي داروا وكتلوحو. وملي كيجي الليل كتقرب باش تمشي للدار ديال اغاتا باش تجيب دميه معلم هاني، وكتمشي للدار وكتقدر تدخل من الشرجم ديال الغرفه ديال معلم هاني، وكتفتح هذاك الشرجم بالقوه اللي عندها، وكتاخذ دميه ولكن هي هابطه كيطيح منها واحد الشريط، وكتنزل وكتشوف المديره اغاتا وهي كتدرب، وكتشوف ماتيلدا في الكابليه ديال الضوء، والضوء كيبدا يطفى ويشعل، وحتى من عقارب الساعه كيبداو يدوروا في العكس. وكتقدر تحيد الصوره ديال اغاتا وكتحط في بلاصتها الصوره ديال الاب ديال هاني، وهي كتحاول توصل لها ميساج بان الروح ديال الاب ديال هاني هي اللي كدير هذا الشيء. وكتخرج المديره وهي مخلوعه، ولكن كيبان لها داك الشريط وكتعرف باللي شي واحد من ورا هذا الشيء كامل. الغد في الصباح ماتيلدا كتجي عند المعلمه هاني وكتعطيها الدميه ديالها، وهي كتفرح بها بزاف، وكتمشي ماتيلدا تدخل القسم هي والمعلمه ديالها. تما كتفاجئ ماتيلدا المعلمه ديالها باللي تقدر تهز الكاس، والمعلمه كتبقى مصدومه وكتعرف باللي عندها شي قوه ماشي طبيعيه. شويه حتى كتجي المديره اغاتا وكتسولهم على هذا الشريط الحمر واللي كتكون لقاته في طوموبيلتها الليله اللي فاتت، وهي كتكون شاكه في ماتيلدا في هذا الوقت. وماتيلدا كتخدم القوه اللي عندها وكتكتب واحد الرساله في السبوره، وكتقول فيها على اساس ان راه الاب ديال هاني هو اللي كيدير هذا الشيء كامل، وكتكون كاتبه لها في الرساله بان خاصها تخوي هذه المدينه وتهرب، وكتضربها بالطباشير وهي كتهرب وهربانه، وكتمشي بالزربه تركب في طوموبيلته وكتمشي هربانه. وكتقدر هاني ترجع للدار ديال والديها، وكتعرض على ماتيلدا باش يريحوا مجموعين، وهما جالسين كتجي الام ديالها زينيا وابوها هاري وكيطلبوا منها باش تمشي معاهم بالزربه، حقاش كيكون في هذا الوقت البوليس تابعينهم وباغيين يشدوا بوها هاري. ولكن ماتيلدا كتكون موجده الاوراق ديال التبني باش تقدر تعيش مع معلمتها هاني، وبالفعل كيسنيو والديها الوراق بالزربه وكيمشيو وكيخلوها تعيش مع معلمتها هاني، وكتعيش مع معلمتها في السلام، وكيدوزوا ايام زوينه حتى كتولي هاني هي المديره ديال المدرسه، وكيعيشوا فرحانين وكيديروا اي حاجه كانوا باغيين. ولهنا كيسالي الفيلم ديالنا، وما تنساوناش بالدعم باللايك وكومون زوين في حالكم وبالاشتراك. تهلاو.